بصلي صباح الاثنين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين، انا مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل صباحكم يشرب صباحكم نبي زي السكر في الزبيب. قبل اي حاجه خالص صلي على النبي، زيد النبي صلى وحياة الله، استغفر ربنا كتير عشان ربنا يفك كربنا جميعا، امين يا رب العالمين. عايزه اقولك ان احنا النهارده فيديو مختلف خالص، هتلاقيه النهارده عامله ايه، هعمل فطار وهعمل غدا وهعمل كل حاجه معاكي النهارده. بصي اليوم ده كان يوم جمعه، بتهيألي كان يوم جمعه، ايوه. عملت فول وعملت فلافل وقلت بقى ايه اظبط الزبرايط كده شويه وقالت بطاطس وكلام من ده. يوم يعني الواحد هيعمل ايه يا جماعه. بس زي ما انتم شايفين كده عملت الفول بالزبده وعصرت عليه ليمون، انا بحب كده جدا يعني. حطيت لكم 3 فلافلات زي ما انتم شايفين كده، احلى اخوات في الطاسه، علشان يعني على السريع كده بحيث ان انا ماخدش وقت. عايزه اقول لكم بشكركم من كل قلبي جدا 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 جدا، اللي دخل قناتي جديد واللي اشترك عندي، وبشكركم قوي للي بيدخلوا يسالوا عليا ان انا ارجعي تاني واشتغلي تاني علشان انتي وحشتينا والكلام ده كله. والله غصب عني يا جماعه، انا يعني بمر بظروف صعبه قوي الفتره دي. محمد ابني عامل عمليه وكده وتعبان، وانا كنت قبليها برضو يعني. بصوا حالتي النفسيه مش حلوه بامانه يعني، بصراحه بما يرضي الله. بس فده سبب غيابي عن القناة، وبصراحة أنا ده تعب وشقة وكل حاجة، بس هعمل ايه، هو غصب عني غصب عني بجد. الفترة دي بحاول والله جيدة ان انا اشتغل وانزل فيديوهات، بس مش عارفة الفترة دي خالص انتظم بسهولة، لان الواحدة مش عارفة توسوس به نفسه. الفترة اللي أنا فيها دي بشتغل طول الوقت وبطلع برضو لايفات، فبحاول على قد ما بقدر يعني إن أنا أنظم بين هنا وبين هنا. المهم أحاول الفترة الجاية إن شاء الله إن أنا أنتظم معاكم، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى خير الفترة الجاية بإذن الله. أحاول أشتغل بقدر الإمكان يعني وأظبط الدنيا، لأن القناة مريحة على الآخر والدنيا بايظة خالص. بس هحاول الفترة الجاية إن أنا أشتغل. بس عملت بصل وعملت طماطم وعملت خيار، وزي ما انتوا شايفين كده سخنت عيش وعملت كوبايتين شاي، بس كوبايتين شاي من هما الشوب الكبير كده، عشان بصراحة أنا مش بعرف أفطر أساسا غير بشاي. وهتقولي كمية الشاي دي كتير عليك، يعني أنا بقعد أشرب فيه طول اليوم يعني. ده الفطار بتاعنا وجبنة وكده يعني. اليوم بقى باقي اليوم كله شغل تحت ورد. عايزاكي بس كده تستغلي الفترة اللي احنا عايزين بنشتغل فيها دي، نستغفر ربنا كتير 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 كتير، ونصلي على النبي أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، علشان بس احنا شغالين كده نلاقي الدنيا كلها متفتحة حوالين مننا. كل سنة وكلكم طيبين، ويا رب يجي رمضان عليكم حلو وسعيد، وما تبقوا كاملين، ما يبقوش فيكم حد ناقص أبدا يا رب العالمين. بصوا يا جماعة، بس هو هيبقى رمضان ده إن شاء الله مختلف عندي جدا 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 غير كل رمضان. مش هقدر طبعا أنزل أصور فيديوهات زينة رمضان، لأن مش هعلق أصلا زينة رمضان، لأن ده أول رمضان لأمي الله يرحمها، وماما طبعا متوفية قريب وانتوا كلكم عارفين، هي كده 4 شهور. فمش هقدر بصراحة، فأنا آسفة لكم جدا، يعني مش هعمل معاكم السنة دي زينة رمضان. طبعا كل واحد فيكم أو واحدة بيشوفني وبيتابعني، مفيش أغلى من الأم والأب يا جماعة. فاعذروني، أنا آسفة أوي، مش هقدر أشارككم السنة دي في زينة رمضان، بس هقدر أشارككم في ترتيب وتنظيف البيت وتظبيط الدنيا قبل رمضان. عندي سجاد هغسله وهشيل معاكم وأعمل معاكم شوية روتينات حلوة جميلة جدا هتتبسطوا منها إن شاء الله. المهم كنت جايبة كرومباية اليوم ده، قلت أعملها في نفس اليوم. في أوقات كتير قوي بعمل قبليه المحشي بيوم وبشيله في التلاجة عادي، وتاني يوم بسويه. لكن اليوم ده أنا بصراحة قلت لأ، احنا فطرنا وكده كده هناكل على متأخر، فكملي
الورق الاخضر ده يا جماعه جميل جدا، محدش يرميه يعني، حرام برضه. آه بعمله، بغسله كويس جدا وبسلقه وبحطه في ارضيه الحله من تحت، وبرضه بحشيه. على فكره بيبقى ليه مذاق تاني خالص. صلي على النبي يا اختي كده ومتفكريش وركزي في اللي احنا بنعمله، علشان آم، الايام اللي احنا فيها دي لا فيها راحه ولا بالراحه. انا عارفه انا عارفه. بص بقى، هيحصل ليا موقف هنا صادم. السكينة دي الوحيدة اللي عندي شغالة في البيت أصلا، حامية يعني. باقي السكاكين اللي عندي كلها باردة ورخمة، مش عايزة أقول لكم بصراحة. بس هو ايه اللي جاب دي هنا دلوقتي؟ ما علينا، ماشي، استحملوني. قطعته وزي ما انتوا شايفين حطيت المية على البوتاجاز، بحيث ان انا بحيث ان انا ايه اعمل المحشي كرومب بقى بالمره كده كله على الواقف. يعني اخلصي كل حاجه بحيث ان انتي ما يبقاش وراكي حاجه يعني. ناس كتير ما بتحبش تعمل المحشي علشان بيبقى شغله كتير، وبتبقى اليوم كله يعني بتجري ورا بعض. والله يا جماعه انا شايفه ان هو سهل قوي 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 قوي. مجرد اطفي البوتاجاز يا احمد، روح خلي ادري يطفي البوتاجاز. بلاحظ ان، بصي، مجرد ما بتقطعي الكروم، انا قطعت اليوم ده كروم لان انا هملح البذور بتاعته اللي هي العروق يعني، بيبقى طعمه جميل جدا. خلي بالك، حاولي تستغلي كل حاجه الفتره دي وخليكي ست مدبره وموفره كده، وركزي يا اختي عشان الايام اللي جايه لا فيها راحه ولا ايه ولا بالراحه. متنسيش بس تحطيلي لايك جامد ومتين منك ولا عنب ولا تين. وما تنسيش برضه تكتبيلي 10 5 6 كومنتات اختي، عشان الكومنتات بترفع شأن القناه شويه، بدل ما هي وقعت كده مش لاقي لها حد يوقفها على رجليها تاني. قشطه. خشي بقى على مفرمه البصل. المحشي بصل طماطم صلصة توم وشكرا، كفى المؤمنين شر القتال. يعني الموضوع سهل جدا يا جدعان، انا مش شايفه انه صعب خالص بالمره. انتي بس كده اعملي حاجه بحب، هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي حلو. بصي، لو جوزك قالك اعملي لي محشي، قومي كده افتكري كل حاجه حلوه هو عملها لك، قالها لك، جابها لك، اي كلمة جميلة كده منه هتشجعك ان انتي تقومي تعملي له 3 حلل محشي مش حلة واحدة بس. تمام. خلي جوزك يبقى عايش مبسوط وفرحان بمراته، بأي حاجة حابب ان هو نفسه فيها اعمليها له. زي ما هو ما بيأثرش معاكي انتي كمان ما تأثريش معاه. زي برضو ما لو ولادك طلبوا منك اي حاجة اعمليها. تمام. في الأول وفي الآخر هو سند ليكي وعمود البيت، وما تقدريش تفرطي فيه ولا هو يقدر يفرط فيكي. فاوريدي هيطلب منك محشي، قومي يا اختي اعملي المحشي، بدل ما يروح لواحدة تانية بره تعمل له حلتين تلاتة وتضحك عليه تاخده منك. اسمعي كلامي بس، اسأل مجرب وما تسألش طبيب. مفيش حاجة كانت بتطلب مني وما بعملهاش. فخليكي انتي برضو كده بنت كده موعية ومفتحة ومدردحة اختي، قومي اعملي يلا، مش ياخد معاكي وقت. بصي، هي حلة حطيت فيها المية، والحلة التانية حطيت فيها زيت، او زي ما انتي شايفة حلتين على البوتاجاز يا اختي. هتلاقي نفسك خلصتي كل الكلام في ثواني، في ثواني هتلاقي كل حاجة خلصانة. تمام. هسلق هنا والعين التانية هقلي عليها. قشطة. هتلاقي كل حاجة. بصي، ما خدش مني حاجة خالص خالص. عايزاكي بس في البداية كده تبدأي تعملي حاجة. تعملي ايه؟ تعملي لا اله الا الله ولا. عاوزاكي تعملي حاجة. وانتي قبل ما تعملي الكرومب اشطفيه، اللي هو بره الكرومب اللي هو بيبقى من بره، او حطوا لايك. متنسيش اللايك يا اختي انتوا وهي والنبي بالله عليكم، عشان الكومنت ده بيرفع من شأن اللايف شوية، الفيديو شويتين. بصي، اشطفي الكرومب كويس قوي الشوية اللي بره، لان ده بيبقى مرشوش، وجوه كده كده بتحطيه في المية السخنة، وبعد ما بتطلعيه اديله شطفة جريئة كده عشان الحلم يبقى حقيقة. ليه بقى؟ علشان ما يتهراش منك. هي اول ما هتحطيه وتطلعيه على طول عشان ما ياخدش منك وقت ويبقى مهري كده ومش حلو. تمسكي الصبع بالصبع كده يبقى طالع في ايدك. مش عايزه اقول لك اسكتوا بقى عشان انا جوعت يا جدعان. حطيت شويه البصل الحلوين الجمال قوي دول، سبت المعلقتين دول، هقول لكم انا سبتهم ليه دلوقتي. قشطه.
قشطة. حطيت شوية ملح وكمون ومكعب ماجي وملح وفلفل اسود، الملح بتاعنا اللي مدلعنا، الشعار بتاعنا. تمام. وبس هنقلب بقى زي ما انت شايفة كده اهو، وتطلعي يعني ايدك يا اختي معاكي ايديكي الاتنين، هتحطي هنا وتطلعي من هنا. خلص المحشي في ثواني. واليوم ده مليتي كرش جوزك وكرش ولادك وانتي كمان، وخلاص وظبطتي دماغ الراجل والعيال، ولا زعلتي الراجل ولا زعلتي العيال، رضيتي الطرفين. اختي اليومين دول خليها تمشي. بس انا ما كانش اليوم ده عندي طماطم، قلت اعمل ايه، احط صلصه واحط بابريكا. واول حاجه عاوزاكي تركزي فيها البابريكا من الفلفل الحراق اللي هو الشطه السبايسي، لان دلوقتي بقت بتبقى مختلطه قوي عند العطار. بس وحطيت شويه ميه وسيبهم ياخدوا يدوا بشكل ايه، بشكل ودي. ايش تلوت. خلاص خلص المحشي. مجرد ما المحشي اتسلق ومجرد ما انتي عملتي الخلطة بتاعته، خدي الأمر يا قلبي، خلصنا الكلام. تعالي بقى قرفة وجنزبيل، قشطة، علشان تلاقي ليه مذاق تاني. 7 بهارات يا أحلى اخوات. المحشي مش بيحتاج توابل كتير، مش بيحتاج بهارات أكتر، بحيث إنك تحسي بطعمه، فاهمة؟ هتحسي بالطعم صدقيني. بعمل أنا اختراع جامد جدا وعلمتكم عليه المرة اللي فاتت. هتحطي الخضرة في الكبة علشان ما تاخدش منك وقت وما توجعش ايدك خالص بالمرة، قشطة. وهتيجي تحطيها على الرز وعلى الخلطة بتاعتك في النكش. مقولكش، مش عايزة اقولك ان انتي هتدمني الطريقة دي في كل حاجة. سهلة جدا جدا. فين المحشي بتاعنا؟ خلصته في منت يا جدعان، والله العظيم خلصته في ثواني، ما خدش مني وقت. في اليوم ده كنت فاتحة لايف في مكان تاني، فخلصت كل حاجة وانا قاعدة. الست لو حطت في دماغها تعمل حاجة يا جماعة هتعملها، صدقوني والله. ما تكسليش، بس الكسل هو اللي بيخلينا نيجي ورا. زي ما انت شايفة، تشوفي الرز دلوقتي كله اخضر اهو. هتيجي بقى تعملي ايه، شوية زيت حلوين كده. كنت بقى بحلي في الازازة على كتاب ربنا، قلت لها بصي وربنا ما يسيب فيكي شوية. فضيت كل الزيت اللي كان فاضل في الازازة وبس. حطيت شوية مية في الشفشق بتاع الكبة، دول شوية بابريكا، شوية قرفة وجنزبيل تاني على الرز. بصي هيودي الطعم معاكي في حتة تانية خالص. كمون والملح بتاعنا اللي مدلعنا وبس. قلبي اختي، قلبي اختي، وحطي بقى بعد كده الخلطة بتاعتنا وتشوفي. مش هاخد معاكي وقت، اسمعي مني، اسمعي مني. انا دايما بسمع وبشوف مشاكل كتير قوي مع رجالة وستات بسبب المحشي. فعايزة اقولك ان انتي لو هتحطي في دماغك ان انتي تزعلي جوزك عشان حلة محشي، يبقى انتي غلطانة. اعملي له حلة المحشي عشان ما يتنحش منك، اسمعي مني. اعملي يا اختي حلة المحشي وخلاص، سكتي الراجل بدل ما يسيبلك البيت ويطفش. ولو طفش وراح لواحدة تانية الله وكيل ما هتلاقيه تاني. الرجالة دول بيبقوا عاملين زي المية حبيبة قلبي، لا بتعرفي تمسكيها في ايدك ولا بتعرفي تسيطري عليهم الا لو انت دماغك كبيرة بقى. فكبري دماغك بقى اختي كده وحاولي تلمي على الراجل بتاعك. بس المهم محبتش اطول عليكم، قلت اخد ودي كده بشكل ودي معاكم في الكلام واخش اغسل المواعين. بس سرعت لكم الحته دي في المونتاج عشان بس ما تزهقوش وتملوا مني. كان كميه مواعين اصلا عندي، كان عندي شويه مواعين بتوع الفطار وبتوع المحشي بقى، المحشي بتاعنا اللي مدلعنا. بعد كده غسلت شويه المواعين، قلت اطلع من المطبخ يانا يا انتوا بقى، ما هو يانا يا انتوا خلاص. اخلص المواعين كلها بحيث ان انا ابقى قاعده مفيش ورايا اي حاجه خالص. وحلتين المحشي اتعملوا، كل حاجه فيري جود. خلصت كل شغل بيتي وقاعده روقت على نفسي، عملت لي نسكافيه، عملت قهوه، عملت اي حاجه بقى مع نفسي كده، عملت اي حاجه في وشي في شعري في قفاكي في رجليكي. جودي اختي جودي، جودي يا ماما عشان ما تعجزيش بسرعه، جودي يا ماما، جودي عشان الراجل ما يبصش بره. بس ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب في القناة يا ماما. ولو انتي مشتركة جديد ياريت تقوليلي من انهي بلد، وقوليلي بقى كده ايه اللي عجبك في اللايف والفيديو اللي انا عاملاه دوت من الاول للاخر. جربي بس الوصفة بتاعتي في المحشي هتعجبك اوي، فاخر من الاخر. اسمعي بس مني.
ويا ريت تكتبي لي كومنتين 3 كده عشان بس نرفع من اللايف الفيديو شوية، كل شوية أقول اللايف في البيت أم كده، ما علينا. وانتي واقفة شغالة بس ما تنسيش الاستغفار بيمنع الأقدار، تصلي على النبي كتير وتذكريه أكتر وأكتر، وتشوفي ايه اللي نفسك فيه وأمنيتك في حياتك ايه وانتي شغالة كده اهو، وواقفة في المطبخ أو في البيت. ادعي، ادعي ربنا يستجيب منك، صدقيني عمر ربنا ما نسعت أبدا. اسمعي مني، أنا طول عمري بدعي إن ألاقي الحنية وألاقي الطيبة ولقيتها. أدي حلة، وفي حلة صغيرة حطيتها في التلاجة. يلا أشوفكم فيديو جديد، باي. الحلة التانية اهي، يلا سلام. ما كناهمش الاتنين. اشوفكم على جديد ان شاء الله، باي. لا خلاص.